السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الفسيخ. انا جبت البوري، وبعدين وقفته على دماغه، غسلته الاول، وقفته على دماغه من الصبح لحد دلوقتي بعد العشاء، بعد صلاة التراويح. ده وقت كافي قوي علشان ينزل السوائل اللي في الجسم كله. تمام. وبعدين انا لازم نمسحه بمناديل او بفوطة تكون نظيفة، نمسحه من جسمه كله ومن عند الخياشيم، نفتحها ونشيل اي سوائل فيها. لازم نمسحه يكون ناشف جدا، لازم يكون ناشف جدا علشان بيكون فيه دم. لازم نمسحه ونشيله خالص. ولازم سمكة سمكة نعمل فيها كل ده، نمسحها ونفتح الخياشيم كلها ونشيل اي دم، اي ميه مش نظيفه او مش محببه، بنشيلها طبعا. وبعدين بنجيب شنطه كبيره، بنحط فيها رشه ملح، وبعدين نجيب الملح نحطه في الخياشيم كميه كبيره، لان الفسيخ بيتحط له ملح كتير علشان ما يبقاش دلع، في نفس الوقت ما يستويش. هو اصلا السوا بتاعه كله ملح. و ان شاء الله مش هيكون ملحه كتير، بالعكس هيكون ملحه قليل، لان انا بستخدم ملح مش طعام، اخشن شويه، ملح خشن، مش الخشن اللي هو الحبيبات، لا ده مش كبير. بعدين نحط السمك في الشنطه. انا بعمل لكل سمكتين في شنطه لوحديهم، لان انا بعزم حبايبي وصحابي. تمام. وبعد كده انا مسكت السمكه من الخياشيم بتاعتها، حطيت فيها الملح المظبوط بتاعها. ممكن تحطوا شطه فيها، معلقه شطه، لكن انا مش بستخدم شطه علشان مش بنحبه حامي. بس انا كده الطريقه بتاعتي كده الحمد لله جربتها كتير، والحمد لله هتعجبكم ان شاء الله. تمام. انا كده حطيت البوري ورشيته من تحت وجوه وفوقيه كمان الكمية المناسبة للفسيخ. بعد كده هقفله في شنطة واتنين وتلاتة وعشرة، علشان ما تدخلش فيه اي حشرة. في نفس الوقت نقفله جامد جدا، هنقفل عليه لمدة 10 ايام، وهنفتح عليه ان شاء الله على اول يوم العيد او تاني يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين.